جالي تعليقات كتير بتنتقد كلامي، ناس فاكرة إني بتكلم في الدين، وناس تانية شايفة إني بدافع عن الآثار. تعالوا نهدى ونفكر. ربنا نفسه دعا الناس إنهم يشوفوا حضارات اللي قبلهم، يشوفوا ويفكروا ويتعلموا، مش عشان يعظموهم ولا يعبدوهم، لكن عشان يفهموا إن الزمن دايما بيتبدل، وإن القوة من غير عقل وإيمان بتروح في لحظة. الآثار مش مجرد تماثيل وحجر، دي صفحات من كتاب التاريخ، مكتوبة بإيد بشر كانوا هنا قبلنا، فيهم اللي آمن وفيهم اللي ضل، زي أي عصر وزي أي زمن. لكن العبرة مش في عبادتهم، العبرة في حضارتهم وفي علمهم وفي قدرتهم على الإبداع قبل آلاف السنين. اللي بيزور الأهرامات مش بيكفر، واللي بيشوف تمثال مش بيعبد حجر، هو بيشوف أثر من تاريخ، من قصة ومن تجربة إنسان. فما تخلطوش بين التأمل والعبادة، ولا بين الاعتزاز بالهوية وتعظيم البشر. الأثر مش وثن، دي بصمة وقت، علامة بتقول إن الإنسان كان هنا وساب وراه حكاية بتتكلم. وإحنا لما بنشوفه مش بنعظمه، إحنا بنتعلم نسيب أثرنا إحنا كمان، بطريقتنا وبزمننا وبحلمنا. وعشان كده ده كان السبب إن أعمل السلاسل اللي بتسمعوها هنا، سلاسل بتحكي عن الناس اللي سابوا أثر، مش عشان نكررهم، لكن عشان نفتكر إن إحنا كمان نقدر نسيب أثرنا. في النهاية مش مهم تصدق إن الحجر بيتكلم، المهم تصدق إن كل أثر في الدنيا بيحكي عن روح عاشت يوم وسابت رسالة صغيرة في وش الزمن، بتقول أنا كنت هنا ولسه حكاياتي ما خلصتش. لو عجبك الكلام قولي احكي يا نونا، عشان إحنا كمان نسيب أثرنا في الحياة.